السلام عليكم. عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة صباح اليوم الأربعاء 29 أبريل 2026. بداية نذكر المتابعين بالصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وزارة الصناعة تصدر قائمة نهائية بالسلع المحظورة وتستثنى الأرز والأسمنت. أعلنت وزارة الصناعة والتجارة السودانية أن القائمة النهائية للسلع المحظور استيرادها التي شملت 34 سلع كمالية مع استثناء الأرز والأسمنت يبدأ التنفيذ في 10 مايو. صرخة الإنتاج الوطني: هل تقتل القرارات الحكومية حلم الاكتفاء الذاتي؟ يتناول التقرير الانعكاسات الخطيرة لقرارات حظر الاستيراد على المصانع المتوخية معاناة المزارعين مع تكاليف الإنتاج محذرة من تأثير البيروقراطية والفساد على الاقتصاد. العنوان الرئيسي: توتر أمني بشرق النيل ودعوات عاجلة لتدخل الخلية الأمنية لمنع الفتنة. شهدت منطقة شرق النيل حالة من الاحتقان الشعبي وسط دعوات لتدخل الخلية الأمنية لاحتواء تهديدات بالاختصاص من متعاونين سابقين مع منع انزلاق المنطقة نحو الفوضى. خلافات حادة تضرب اجتماعات الكتلة الديمقراطية بسبب نواب الرئيس. شهدت اجتماعات الكتلة الديمقراطية انقسامات حادة حول الهيكل الإداري، حيث رفضت حركة العدل والمساواة تسمية نواب لرئيس الكتلة، مما أدى لانسحاب ممثلها ورفضه التوقيع. ضربة أخبش الخاسمة تجفف شريان المال وتفكيك أمبراطورية الذهب التابعة للميليشيا. ضربة جوية استراتيجية تستهدف منجم أخبش وشركة الجنيد الذراع المالي للميليشيا، مما أسفر عن تدمير مختبرات الذهب وقطع خطوط التحريب الدولية عبر أفريقيا الوسطى. استسلام 20 عربة قتالية من الميليشيا بمحور سيالة شرق المنطقة. أفادت تقارير ميدانية باستسلام قوة تابعة للميليشيا مكونة من 20 عربة قتالية بكامل أعتادها في محور سيالة في خطوة تعزيز سيطرة الجيش السوداني شرق المنطقة. العمارات تعلن انسحابها من منظمة أوباك وتحالف أوباك. أعلنت دولة العمارات انسحابها من منظمة أوباك وتحالف أوباك ابتداء من مايو 2026 في قرار يهدف لتعزيز مرونة سياستها الإنتاجية ودعم رؤيتها الاقتصادية طويلة الأمد. إزالة نقاط التحصيل غير قانوني على طريق واد مدني المناقل. أعلنت اللجنة الفنية لمنع التحصيل غير قانوني عن إزالة نقاط جبال على طريق واد مدني المناقل ضمن خطة حكومية لمراجعة الأوامر المحلية والحد من الرشاوي والتجنيب. انفجار صراع القيادة بين حميدتي وعبد الرحيم دقلو لو داير تحكيم انتهى الميدان. انشقاقات عسكرية واسعة وصدام مع الزعامات القبلية يضعان الميليشيا على حافة التفكيك. كشف مصدر رفيع المستوى أن وصول الخلاف بين محمد حمدان دقلو وحميدتي وشقيقه عبد الرحيم دقلو إلى طريق مسدود في مواجهة مفتوحة باتت تهدد بتفكيك ما تبقى من الهيكل القيادي للميليشيا. تفاصيل استيلاء قيادي بالميليشيا على ميدان عام بحي الثورة في نيالا. الكشف عن جريمة استيلاء قيادي بميليشيا الدعم السريع على ميدان بنيالا عبر التزوير وقوة السلاح، متحديا أوامر القبض والإيقاف الصادر من النيابة والشرطة. واقعة إنسانية تهز أمبدة بعد الوصول على توأم رضيعين في إحدى طرقات الخرطوم. شهدت منطقة أمبدة الحارة السادسة بالخرطوم واقعة إنسانية لافتة عقب الوصول على توأم رضيعين ذكر وأنثى متروكين في الشارع العام وسط تفاعل واسع ومطالبة بتدخل الجهات المختصة. السفير الكويتي فهد الزفيري: وصول أول رحلة طيران دولية لمطار الخرطوم يجسد دعمنا الثابت للسودان. أعرب السفير الكويتي فهد الزفيري عن اعتزازه بوصول أول رحلة دولية لمطار الخرطوم على متن الكويتية، مؤكدا استمرار دعم بلاده الأمن واستقرار وحدة السودان. شاهد الفيديو: قائد متحرك نبأ اليقين يكشف تفاصيل دهر هجوم الميليشيا بالنيل الأزرق. كشف الأخيط ركن عباس الطاهر الزين قائد متحرك النبأ اليقين عن تفاصيل سطح هجوم واسع للميليشيا في إقليم النيل الأزرق، مؤكدا تدمير 20 مركبة والاستيلاء على 10 أخرى بكامل أتادها. الإليقي يتراجع عن قرار اعتزال الأمل الرياضي ويعلن استمراره في رئاسة الهلال. أعلن نائب رئيس نادي الهلال محمد إبراهيم الإليقي تراجعه عن قرار اعتزال الأمل الرياضي، مؤكدا التزامه بالاستمرار في إدارة النادي وتحمل المسؤولية. الاتحاد الدولي فيفا يرفع حصة الإعلاميين السودانيين في كأس العالم 2026. اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا زيادة حصة الوفد الإعلامي السوداني لتغطية كأس العالم 2026 لتصل إلى 6 مقاعد في خطوة لتعزيز حضور الإعلام الرياضي السوداني دوليا. السعودية توافق على إعادة حصة السودان الكاملة إلى 15,000 حاج لموسم 1447 هجرية. أعلن المجلس العالي للحج والعمرة موافقة السعودية على إعادة حصة السودانيين إلى 15,000 حاج مع تحديد يوم الخميس المقبل موعدا لانطلاق أول أفواج الحجيج إلى الأراضي المقدسة. الجيش السوداني يصد 4 موجات هجومية عنيفة على منطقة سالي بإقليم النيل الأزرق. نجحت القوات المسلحة السودانية في كسر 4 موجات هجومية متتالية على منطقة سالي بالنيل الأزرق، مما أسفر عن تدمير 36 مركبة قتالية ومقتل عدد كبير من المهاجمين. آجل الكشف داخل الخبر: تنبيه عاجل من السفارة السودانية بطرابلس للفوج الأول من الأوضاع الضوئية. أصدرت سفارة السودان بطرابلس تنبيها آجلا للفوج الأول من برنامج الأوضاع الضوئية 166 شخصا، محددة ضوابط الحضور والمقادر عبر الخطوط الأفريقية إلى بورسودان.
مطار الخرطوم استقبل أول طائرة كويتية منذ اندلاع الحرب على متنها 300 سوداني. شهد مطار الخرطوم هبوط أول رحلة طيران كويتية تحمل 300 مواطن ضمن برنامج الأوضة الطوئية في مؤشر عملي إلى استعادة النشاط التدريجي لحركة الطيران. تحركات عسكرية خامدة لشحن مركبات دفع رباعي من أراضي الصومال إلى أثيوبيا. رصد وصول قافلة عسكرية تضم أكثر من 70 مركبة تويوتا لاند كروزر إلى ميناء بربر وسط تقارير أن نقلها لأثيوبيا تمهيدا لتوجيهها نحو الأراضي السودانية. وجدي صالح يرغب في العودة للسودان ويطالب بضمانات أمنية. أنباء تتحدث عن رغبة القيادي وجدي صالح في العودة إلى السودان واشتراطه الحصول على ضمانات أمنية، مما أثار تفاؤلا واسعا على منصات التواصل. تنسيق سوداني تشادي مرتقب لتفعيل القوات المشتركة وتأمين الحدود في منطقة الطينة. كشفت مصادر أن وصول وفد عسكري تشادي رفيع إلى محافظة الطينة الحدودية مع توجيه لتفعيل القوات المشتركة السودانية التشادية لمن يتوخل عناصر الدعم السريع وتأمين الحدود. حريق هائل يلتهم أكثر من 10 باصات سفرية بمدينة الدامر وخسائر مادية كبيرة. اندلع حريق ضخم في هوش الباصات السفرية بمدينة الدامر بشارع التهدي، مما أسفر عن احتراق 10 باصات بالكامل. ضبط شبكة إجرامية تروج حقن الإجهاض وأخاخير طبية خارج القنوات الرسمية. لأول مرة منذ الحرب جامعة الخرطوم طاقت امتحانات الطب والزراعة والتربية داخل قاعاتها. جامعة الخرطوم تعلن جلوس طلاب كلية الطب والزراعة والتربية للامتحانات بالعاصمة وسط ترتيبات خاصة. رسوم صفرية تفتح الصين أمام صادرات السودان. إيفاء جمركي صيني كامل لصادرات السودان يبدأ مايو يفتح فرص اقتصادية جديدة للمصدرين. هل انقطع شريان ليبيا فعلا؟ روايات متضاربة تكشف أخطر تحولات الإمداد. تقارير غير مؤكدة تتحدث عن إغلاق خط الإمداد عبر ليبيا وتحول نحو شرق إفريقيا وسط تضارب المعلومات. تحركات عسكرية لافتة. تجهيزات قوات موسى هلال يفتح باب التساؤلات. تقارير عن تجهيز قوات موسى هلال بالعتاد والعربات القتالية وسط حديثا تحركات محتملة نحو دارفور. ثار دموي يحز الميليشيا. تصفية ود الشريف تشيل صراعا داخليا. توتر داخل الدعم السريع بعد تصفية ود الشريف وتحركات للتار وسط اتهامات وتصاعد الانقسامات الداخلية. تحركات مقلقة في كردفان. دغولو يستنجد بمرتزقة لتعويض الانهيار. وصول عبد الرحيم دغولو إلى غرب كردفان ولقاء مع مقاتلين أجانب لتعويض الانسحابات يثير مخاوف أمنية وسط السكان. تصعيد قانوني ناري. صحفية تلاحق كيكل والنور قبة جنائيا. صحفية سودانية تعلن مقالات قيادات سابقة بالدعم السريع كيكل والنور قبة وتطالب بتعويض بعد نزوح ممانعات إنسانية قاسية. تبرئة قائد فيلق البراء من تهمة الاتجار بالذخيرة. المحكمة العسكرية تبرئ قائد فيلق البراء بن مالك من تهمة الاتجار بالذخيرة بعد أشهر من التحقيق. بدأ العودة الطويلة للسودانيين من طرابلس مطلع مايو. السفارة السودانية بطرابلس تعلن بدأ المرحلة الأولى من العودة الطوعية للسودانيين. اجتماع مشهور في نيالا يسير جدلا حول ضغوطات على قيادات أهلية. تفاصيل اجتماع طارئ في نيالا وسط اتهامات بفرض تعهدات وضغوطات على قيادات أهلية.